في أسرار كتير، لكن أخطرها اللي بتبقى مخفية جوه قلوب الناس. النهاردة هحكي لكم عن قصة حقيقية، قصة مش بس صدمت كل اللي عرفوها، دي هزت كيانهم بالكامل. حكاية عروسة لسه بتقول يا هادي وبتخطط لأحلامها، ما تعرفش إن نهايتها هتكون على إيد واحد كان المفروض إنه يكون سند وجار ليها. خليكم معايا علشان نكتشف سوا أسرار جريمة كوثر محفوظ. عروسة ما كملتش 5 شهور وصاحبة أكبر جريمة ممكن تسمعوا عنها. تخيلوا معايا، أول جريمة إنسان يرتكبها في حياته تكون أكبر بكتير من توقعاته هو شخصيا. كوثر محفوظ في القصة اللي هتبدأ أحداثها سنة 2006، وتحديدا يوم الأربعاء 2 أغسطس. كوثر اللي عندها 19 سنة ومتجوزة بقالها 5 شهور بس من التاريخ ده، عايشة مع جوزها محمود في شقة في واحد من أكبر الأبراج السكنية في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة. كوثر ومحمود اتعرفوا على بعض في جو عائلي، والاتنين بيحبوا وبيحترموا بعض جدا. تقدروا تقولوا إن العيلتين كمان كويسين مع بعض. كوثر كانت شايفة إن محمود لما تقدم لها إنه إنسان محترم جدا وعنده طموح إنه يبقى شخص ناجح، ده غير إنه هو عنده مصنع خاص بيه وراجل كريم جدا، وده كان باين عليهم من أول يوم جواز. والأهم من ده كله إن الاتنين كانوا ملتزمين دينيا. كوثر بشكل عام علاقتها بالناس بسيطة ومحدودة، حتى علاقتها بالجيران في البرج السكني اللي هم قاعدين فيه كانت علاقتها محدودة جدا، ويمكن تكون ما بتتكلمش مع حد كتير، لكن مشكلتها إنها لما بتثق في حد زيادة عن اللزوم بتحكي له تفاصيل كاملة عن حياتها. وفي يوم الأربعاء ده اللي هو 2 أغسطس، محمود جوزها بينزل الصبح عادي على المصنع بتاعه زي كل يوم، وهي بتنزل من البيت الساعة 12 الظهر عشان تروح السوق تشتري شوية احتياجات وطلبات، وبترجع البيت على الساعة 1 الظهر. بس افتكرت إن هي نسيت شوية حاجات، فكلمت حارس البرج، طلبت منه إنه يجيب لها الحاجات اللي هي نسيتها ويطلعهم لها على شقتها اللي في الدور السابع. وفعلا الحارس بيروح، وكوثر بتركب الأسانسير وتطلع على الدور السابع، وبعد نص ساعة الحارس بيرجع ومع الطلبات اللي هي نسيتها، بيطلع على الدور السابع ويقعد يخبط على الشقة بتاعت مدام كوثر أكتر من مرة، لكن ما فتحتش ولا بيطلع ليها أي صوت من جوه الشقة. فبيستغرب الحارس، بس بعد كده بيقرر إن هو يسيب الحاجات على باب الشقة وينزل عشان عنده شغل تاني. محمود جوزها بيرجع من شغل في ميعاده الطبيعي الساعة 5. أول ما فتح باب الأسانسير في الدور السابع لقى الشنط اللي جايبها الحارس موجودة على باب الشقة، فأخدها وهو متضايق جدا إن مراته سايبة الحاجة برا الشقة. لما دخل قعد يدور على كوثر في كل مكان في الشقة، ملهاش وجود. بعدها نزل للحارس سأله على مدام كوثر مراته، فقال له إن هو آخر حاجة يعرفها عنها الساعة 1 الظهر لما طلبت منه الحاجات اللي كانت ناقصة. وحتى هو لما جاب لها الحاجات طلعت خبط عليها الشقة ما فتحتش. بس اللي محمود استغربه إن الحارس أكد له إنه شاف مدام كوثر دخلت البرج، بس ما يعرفش إذا كانت نزلت تاني ولا لأ، لأنه بعد ما نزل من عندها راح كذا مشوار، فهو مش متأكد إذا كانت نزلت تاني ولا لأ. العيلة كلها بتتخض جدا، بينزلوا يدوروا على مدام كوثر عشان يطمنوا عليه ويفهموا في ايه. بدأوا يدوروا عليها في كل مكان ممكن تروح، وطول الوقت جوزها محمود موجود معاهم، وعدد كبير قوي من الجيران بينزلوا بيدوروا وهم مستغربين جدا من اللي حصل. وعلى الساعة 10 بالليل بعد ما فقدوا الأمل في إن هم يلاقوا كوثر، يطلع محمود وعيلته على اسم الشرطة عشان يعملوا بلاغ بالتغيب، وطبعا يدوا لرجال الأمن أوصافها وصورها برغم إن هي منتقبة. بس بلاغات التغيب أصلا بشكل عام ما بتمشيش بسرعة. بس بعد يومين رجال الأمن تبدأ في جمع المعلومات، واللي بتأكد إن العلاقة بين محمود وكوثر كانت كويسة جدا، وإن العلاقة بينهم وبين الجيران برضو كويسة جدا، ومفيش أي اختلاطات بينهم، ومفيش أي مشاكل.
بين أي حد، غير إن محمود جوزها ما وجهش أي اتهام لأي شخص إن هو يكون سبب في تغيب مراته. بس من ضمن المعلومات اللي وصلت لرجال الأمن إن كوثر كانت على علاقة قوية جدا بجارة واحدة بس، واللي هي ساكنة معاها في نفس دور السابع، واسمها أم زينب، وجوزها الأستاذ رضا اللي شغال حلاق. بس حاليا أم زينب في الوقت ده كانت عند أهلها عشان هي حامل، وكمان هتولد كمان شهر، فهي أصلا مش موجودة في البرج وما تعرفش أي حاجة عن اللي حصل. وبعد اليوم الخامس من تغيب كوثر، رجال البحث الجنائي لسه بتجمع معلومات، لكن البلاغ لغاية دلوقتي مجرد اختفاء، لأن لو ظهرت جثة أو أي حاجة تانية هيبدأ توصيف الجريمة يتغير. وبعد مرور أسبوع والتحريات الأمنية لسه شغالة، بيوصل بلاغ غريب جدا من الأهالي إن هم لقوا أجزاء بشرية في ترعة المريوطية، بس الأجزاء دي مش مكتملة، دي أجزاء صغيرة جدا وغريبة جدا، يعني جزء من إيد، جزء من جلد البطن، على جزء من صباع الإيد، صباع الرجل، في الآخر مجرد أشلاء بسيطة جدا، لكن واضح إن هي أشلاء بشرية. تقطيع الجسم بالشكل ده كان غريب جدا بالنسبة للأهالي، فبلغوا رجال الأمن علشان يتحركوا، ومعاهم فريق من البحث الجنائي على مسرح الجريمة فورا، والمكان اللي لقوا فيه أشلاء الجثة بيتم جمع الأشلاء علشان واضح إن هي كمان مش جثة مكتملة. بس الحاجة الوحيدة اللي لفتت انتباههم إن هم لقوا جوانتي إيد خاص بملابس المنتقدات في مسرح الجريمة. فبعد ما يخلص رجال البحث الجنائي كل شغلهم في مسرح الجريمة، طبعا بعد ما تم رفع بصمات اليد اللي لقوها ونقل الأشلاء والجوانتي اللي لقوه على الطب الشرعي، واللي أثبت في تقريره الأول إن الأشلاء الجثة دي لسيدة بيتراوح عمرها ما بين 17 و20 سنة، وواضح جدا إن الوفاة تمت منذ أكثر من 10 أيام. فبيتم فحص كل البلاغات اللي التغيب اللي اتقدمت، مفيش غير بنت عندها 19 سنة اسمها كوثر وساكنة في فيصل. دي الحاجة الوحيدة المشتركة في الموضوع. كوثر كانت منتقدة، فكان في احتمال بنسبة كبيرة جدا إن أشلاء الجثة دي تكون بتاعت كوثر. وبعد مطابقة البصمة اللي خدوها من الأشلاء الجثة اتأكدوا إنها جثة كوثر. في الوقت ده تم استدعاء جوزها محمود، بيتم فتح التحقيق التاني بس بمنظور مختلف من قضية اختفاء لجريمة قتل. تم فتح تحقيق بالكامل مع جوزها محمود علشان يتأكد رجال الأمن هل فعلا في مشاكل بينه وبين مراته ولا لأ، وهل هو ممكن يتهم حد بجريمة القتل ولا لأ. بس محمود بيأكد على نفس المعلومات اللي قالها قبل كده، إن مفيش أي خلافات مع أي حد، وهو ما بيتهمش أي حد خالص تماما. بس بدأ رجال الأمن بيجمعوا كل المعلومات عن الجريمة، لأن المعلومات اللي محمود قالها كانت مؤكدة. دخلت كوثر البرج وما خرجتش منه أبدا. وبعد التحقيق والكشف الأمني على الجيران، بيعرف رجال الأمن موضوع مهم جدا عن جارتهم أم زينب، إن جوزها رضا علي عبد في خلال أسبوع من اختفاء كوثر عمل 3 حاجات غريبة جدا. أول حاجة، دفع الإيجار المتأخر عليه في شقته كان 3 شهور، وكمان دفع الإيجار المتأخر بتاع المحل بتاعه كمان كان 3 شهور. رجال الأمن عرفوا إن هو بعدها سافر على طول علشان يطمن على مراته وبنته الوحيدة. المعلومة اللي وصلت لرجال الأمن دي كانت مهمة جدا، لأن هم اتأكدوا بعد فحص حالة رضا الاجتماعية والمالية إن هو كان عنده مشاكل كبيرة أوي مادية،
كان متأخر في سداد الإيجار سواء البيت أو المحل لمدة 3 شهور. طيب إيه السبب إن هو في الوقت ده بالصدفة دي يسدد كل الفلوس اللي عليه؟ تم استدعاء رضا علشان يتأكد رجال الأمن من اللي حصل. فبكل بساطة رضا قال لهم إن هو كان مسلف حد فلوس، بالصدفة في الوقت ده رد له كل المبلغ اللي عليه، وأول ما الفلوس جات له سدد كل المتأخر اللي عليه. كلام طبيعي ومنطقي ممكن يحصل مع أي حد. بس رجال الأمن كان عندهم شك كبير إن رضا ليه علاقة مباشرة باختفاء كوثر، وعلشان كده طلعوا إذن من النيابة العامة بتفتيش شقة رضا. فعلا أول ما دخلوا الشقة كان هو متوتر، وأول ما دخلوا لقوا دم في كل حتة في البيت، على البانيو في الحمام، وكمان دم في التلاجة، على الماء في التلاجة وفي المطبخ. ومجرد ما نكملوا بحث وتدوير لقوا عظم رجل بشرية موجودة فوق الدولاب، وبعدها بيلاقوا بقايا ملابس المنتقبات موجودة تحت السرير. في اللحظة دي بدأ رضا ينهار، يعترف لرجال الأمن إن هو اللي عمل كده في كوثر، وقال لهم عن باقي أجزاء الجثة اللي اتخلص منها في 3 أماكن مختلفة، ده غير اللي اتخلص منها في الحمام عن طريق التواليت. كان بيرمي حاجات فيه، بعدها يشد السيفون. بدأ بقى يشرح لرجال الأمن هو عمل إيه بالظبط، علشان نسمع أكتر قصة مرعبة ممكن نسمعها في حياتنا. هنرجع تاني ليوم الأربعاء 2 أغسطس. كوثر نزلت فعلا على السوق عشان تشتري حاجات، ولما رجعت قابلت الحارس، طلبت منه إنه يجيب لها الحاجات اللي نسيت، إنها فعلا دخلت البرج وركبت الأسانسير، طلعت الدور السابع. بس لحد هنا نبدأ نحكي القصة واللي حصل بالظبط. رضا كان عارف إن كوثر على علاقة كويسة جدا بمراته، وعارف إن كوثر عارفة إن مراته مش موجودة أصلا. رضا كان عارف إن كوثر على علاقة كويسة بمراته، وعارف إن كوثر عارفة إن مراته مش موجودة في البيت. في نفس التوقيت رضا عارف كل التفاصيل عن حياة كوثر، وبتلبس دهب قد إيه، ومعاها فلوس قد إيه، ده غير إن هو كان بيراقبها وعارف مواعيدها بالظبط. في اليوم ده لما كوثر طلعت الدور السابع، مجرد ما فتحت باب الأسانسير نفس التوقيت بالظبط رضا فتح باب الشقة وقال لها إن زينب تعبانة شوية، وطلبت منه إن أول ما كوثر تيجي تدخل علشان تساعدها. وطبعا حسن النية كوثر عملت كده ودخلت الشقة وقعدت تنادي على مراته، بس ما سمعتش صوت لحد ما وصلت لأوضة النوم. اكتشفت إن أم زينب مش موجودة في الشقة. فجأة تلاقي رضا بيهجم عليها وماسكها من رقبتها وقعد يخنق فيها، وكوثر عمالة تدافع عن نفسها بس طبعا مش قادرة عليه، لحد ما موتها ووقعت على الأرض. ويقعد 10 دقايق بكل هدوء جنب الجثة عمال يفكر هيتصرف فيها ازاي. وأول خطوة عملها إنه كشف إيديها، فلقاها لابسة غوايش دهب وخاتم ودبلة، فخد الحاجات دي منها. وبعد كده جر الجثة وحطها تحت السرير وغطاها بأكتر من غطا وبطانية. بعدها قفل الشقة ونزل وراح على شغله، وقعد في شغله لغاية الساعة 9 بالليل. كان قاعد طول الوقت شايف كوثر قدامه وهي بتقوله بتعمل فيا كده ليه، بس هو ولا كان فارق معاه. كان عنده حالة هدوء رهيبة إن هو يكمل الخطة بتاعته عشان يخلص من ديونه. بيروح على البيت الساعة 9 بالليل ويلاقي أستاذ محمود جوز كوثر وأهلها وعدد كبير قوي من الجيران واقفين تحت البرج، واضح عليهم إن هم زعلانين جدا. بيسلم عليهم ويقف معاهم شوية ويساعدهم، بعد كده بيطلع على شقته عشان يبدأ في تنفيذ خطتهم. بيطلع الجثة من تحت السرير ويدخلها الحمام. يقرر إن هو يتخلص من الجثة على عدد أيام كتيرة وعلى أجزاء صغيرة جدا. فيروح المطبخ ويجيب سكينة ويبدأ الأول بالدراعين والرجلين،
ويقطع الاتنين ويحطهم في حتة قماشة، وبعد كده يدخلهم التلاجة. وبعدين يجيب 3 أكياس ملح كبار ويدوبهم في المية في البانيو، ويحط التلج ويحط الجثة فوقيهم. يطلع الجثة من تحت السرير ويدخلها الحمام، ويقرر إن هو يتخلص من الجثة على عدد أيام كتيرة وعلى أجزاء صغيرة جدا. فبيروح المطبخ ويجيب سكينة ويبدأ الأول بالدراعين والرجلين ويقطع الاتنين ويحطهم في حتة قماشة، وبعد كده يدخلهم التلاجة. بعدها جاب 3 أكياس ملح كبار ودوبهم في المية في البانيو، وحط الجثة فيهم عشان الريحة ما تطلعش. بعدها يدخل علشان ينام بكل هدوء، بس الساعة 7 الصبح يقوم على كابوس إنه يلاقي كوثر كأنها واقفة قدامه. فبيقوم بسرعة ويطمن إن الجثة موجودة في البانيو في مكانها. فبيقفل عليها باب الحمام وينزل يروح شغله عادي ولا كأن في أي حاجة. بيرجع اليوم ده بدري شوية من شغله اللي هو تاني يوم من اختفاء كوثر. بيطلع الجثة من البانيو عشان يكمل الخطة بتاعته، فيبدأ في فصل الراس عن الجسم تماما. بعدها يبدأ يفصل الصدر ويطلع الأحشاء الداخلية من الجسم، ويقعد يقطع الأحشاء دي لأجزاء صغيرة جدا ويرميها في التواليت، ويشد السيفون أكتر من مرة لحد ما يتأكد إن الأجزاء دي اختفت تماما. وبعدها يفصل عظم الفخذ تماما عن الجسم، مش بني آدم حقيقي. وقعد اليوم ده كله شغال لمدة 1.5 ساعة. وبعدها تعب ودخل نام، بس قبل ما ينام حط أجزاء الجثة اللي باقية في المية والملح اللي كانوا في البانيو عشان يضمن برضه إن الريحة ما تطلعش. ويوم الجمعة اللي هو اليوم الثالث على اختفاء كوثر بينزل الصبح بدري ويبيع شوية الذهب اللي كانت لابساه، ويرجع يسدد الديون اللي عليه من إيجار شقة وإيجار محل. بعدها يطلع على البيت ويخرج الجثة تاني من البانيو ويكمل تقطيع، وكل جزء فيها بعد ما يفصله عن الجسم يبدأ يقطعه قطع صغيرة ويرميه في التواليت زي ما كان بيعمل دايما. بس الأجزاء الكبيرة بدأ يجمعها في 5 أكياس بلاستيك كبيرة. بدأ يفكر هيتخلص منهم ازاي. فبيكلم واحد صاحبه معاه عربية يقول له إن مراته لما سافرت اللحمة اللي في التلاجة باظت، بدأت تعمل ريحة وحشة في البيت، فطلب منه إنه يساعده عشان يتخلص من الحاجات دي. في نفس الوقت خاف يرميها في الزبالة عادي عشان محدش غلبان ياكل منها. فصاحبه صدقه وعدى عليه في البيت ونزل ومعاه 5 أكياس بلاستيك كبار جدا فيهم بقايا أجزاء جسم كوثر. ولما نزل بال5 أكياس دول كانت الناس اللي قاعدة تحت واللي لسه بتدور على كوثر ما كانش عندهم أي شك إن الأكياس دول جثة كوثر. وتخلص من الأجزاء دي في 3 أماكن مختلفة، طلعت الزمر، طلعت المريوطية، وآخر منطقة قرب محطة مترو فيصل. بعدها يسافر على البلد علشان يطمن على مراته وبنته الوحيدة، ويدي مراته فلوس ويقول لها نفس الموضوع، إن واحد صاحبه كان مديون له بفلوس وإنه رجع له الفلوس دي كلها كاملة وإنه سدد كل اللي عليه، بس كان واخد معاه شوية دهب تانيين نزل يبيعهم في البلد، وقبل ما يسافر يدي لمراته الفلوس. وخلال اليومين اللي قعدهم في البلد كان بيتابع الجرايد كل يوم عشان يشوف الأمن وصل لحاجة ولا لأ. فجاله إحساس إن هو تمام وإنه ارتكب الجريمة الكاملة وإن هو اتخلص من الجثة تماما ومفيش أي أثر لوجودها. عشان يكمل الخطة دي قرر إنه يرجع عشان محدش يشك فيه، لكن ما كانش عارف إنه هو مسافر. المعلومات كانت بدأت تتجمع، وأول ما ينزل فيصل تاني يتقبض عليه ويتفتش شقته زي ما حكينا. واللي يضايق أكتر إنه كان هادي جدا وهو بيعترف بكل حاجة عملها، حتى وهو بيعيد تمثيل الجريمة كان بيعيدها بدم بارد. وبعد كل اللي حكيته لكم أقدر أقول إن الرعب الحقيقي ما كانش في تفاصيل الجريمة نفسها. الرعب الحقيقي كان في هدوء رضا وهو بيعترف بكل حاجة وهو بيعيد تمثيل الجريمة
كأنه بيحكي عن يوم عادي في شغله. تخيلوا الأستاذ محمود والجيران بيدوروا على كوثر بكل طاقتهم، وهو كان معاهم بيواسيهم ويتكلم معاهم. في نفس الوقت جثة بنتهم وعروستهم متقطعة مستخبية في تلاجته وفوق الدولاب وتحت السرير. دي مش مجرد قصة جريمة، دي حكاية بتعلمنا درس عمرنا ما ننساه، إن قلوب الناس ممكن تكون مليانة بالشر والخداع، وإنه أحيانا الخطر بيبقى على بعد خطوات مننا. محدش عارف إيه في نفوس الناس، محدش عارف مين هو الجار اللي ممكن يكون سبب في دمار حياتنا. ربنا يرحم كوثر ويحمينا من شر نفوسنا، من شر نفوس الناس المريضة اللي عايشة وسطنا. ويا ريت كل واحد يخلي باله، لأن راوية الأسرار لسه عندها حكايات كتير.